السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر على أن أتحدث بما لا تريد، مصر على أن أوقف حفلة الردح التي تشنها على بلد البحرين، مصر لأن أذكرك إنك أنت من تنفذ أجندة الكيان الصهيوني وأجندة الكيان الفارسي. لا نضحك على بعض ولا نبيع كلام على آخرين. الأمور مكشوفة وواضحة جدا. وفد أمريكي يجي يزور مملكة البحرين، بعضهم ديانته يهودية، يتحول الأمر إلى تطبيع. من يصرح؟ حسن نصر الله. يا عيني، لعبة معلم حلوة حلوة لكن غبية، غبية يا باشا، غبية. مباشرة حسن نصر الله يصرح، وسائل الإعلام الإيرانية تنتفض، يتحول الموضوع إلى تطبيع مع إسرائيل. العائلة المقصودة من هذا كله عائلة تجارية، عائلة تاجور، لهم كل الاحترام والتقدير، وعائلة من الأيادي البيضاء. وأقسم بالذي رفع السماء بغير عامد إنهم قدموا لفلسطين ما لم يقدمه لا حسن نصر الله ولا خامنئي. اتركوا هذا الكلام، وما في داعي نقول لكم الأعمال الخيرية اللي يقوم بها شعب البحرين وحكومة مملكة البحرين والمؤسسة الملكية الخيرية وبتوجيه من جلالة الملك للشعب الفلسطيني، سواء في فلسطين، سواء في غزة أو رام الله أو أي مكان من مخيمات اللجوء لإخواننا وأشقائنا وأحبابنا الفلسطينيين. نحن الذي نقف ضد مشروع التطبيع وليس أنتم، ونحن تيار الممانعة الحقيقي وليس أنتم، ونحن الذين نعرف أن طريق القدس واضح، لا يمر ببغداد ولا بصنعاء ولا بدمشق ولا ببيروت. فخلنا نلعب على المكشوف يا جماعة الخير. وفد تجاري أمريكي يزور مملكة البحرين، يدخل بجوازات سفر أمريكية، خلصنا من الموضوع، نقطة. يستضاف من عائلة مشهورة معروفة بالخير وباليد البيضاء، وعائلة عربية صميمية خليجية محترمة. فجأة الإعلام الإسرائيلي يطبل، إعلام العدو الإسرائيلي، إعلام الكيان الصهيوني يفجرها، وحسن نصر الله يتلقفها. الله، خير يا طير، خير يا طير يا حبايب. شو السالفة؟ ليش ما نلعب على المكشوف؟ أنت تتحدث عن فلسطين والفلسطينيين اللي ذبحتهم في سوريا في مخيمات اللجوء، مخيم اليرموك يشهد لك. ما هي ميليشياتك اللي حاصرت مخيمة اليرموك والمخيمات السورية، مخيمات الفلسطينية في سوريا، وقتلتوهم أنتم ميليشيات بشار والحرس الثوري والبسيج وهاي الخزعبلات؟ ما أنتم مخيم اليرموك حوصر من داعش من جهة ومن ميليشيات حزب الله من جهة، وقتلوا المسلمين الفلسطينيين. اليوم تتكلم عن التطبيع؟ أي تطبيع يا أبو تطبيع؟ واثق الخطوة يمشي ملكا. احنا نلعب على المكشوف، ما عندنا شيء نخبيه، واحنا اللي قلنا للدولة الفارسية كفى، واحنا اللي طردنا سفيرها، واحنا اللي نقول لك انت وامثالك والاقزام اللي يطبلوا لك لعبتكم مكشوفة. فارجوكم، هاي جزء من حروب القولبة، ومرة ثانية أدعوكم لحضور محاضرة حروب القولبة في مجلس الدوي يوم 31 ديسمبر الساعة 8، مجلس الدوي الشهير في المحرق مدينة المدن، للحديث أكثر عن حروب القولبة. أما يعني مع احترامي وتقديري وتبجيلي الشعب البحريني عموما وبكل أطيافه مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. أما أن نصور الموضوع على أنه محاولة للتطبيع، ترى هذا ضحك على الذقون ومتاجرة ومحاولة صناعة أبطال وهميين وأبطال من ورق. يا أخي أنت قائد البلاد، يفتح المشاريع في غزة وفي رام الله وفي هو يقدم الإغاثة للشعب الفلسطيني، وأنت جاي اليوم تتكلم لي عن التطبيع؟ أي تطبيع هذا؟ أنا مواطن بحريني جالس الحين في مملكة البحرين في المنامة، تبا لإسرائيل وتبا للكيان الصهيوني وتبا لشارون بقبره وغيره إلى آخر. من تيمعت الناطق الرسمي باسم الكيان الصهيوني، عدو الكيان الصهيوني، على تويتر
ما خليه يشوف تغريداتي، عملت له بلوك، وهذا يعملوه كل البحرينيين على فكرة. فبطل. لو ما متكلم حسن نصر الله كان الموضوع يمكن كان يحتاج من عندنا بصراحة وقت عشان نشرحه. ما دام تكلم حسن نصر الله اللعبة معروفة، وما دام الإعلام الإيراني يطبل للموضوع اللعبة معروفة. نرجع للزيارة كزيارة. وفد أمريكي بأوراق أمريكية زار تاجر وطلع زار سوق المنامة وسافر. لعلمك ولا اتفاقية تجارية واحدة انعقدت، ولا جهة ولا عائلة تجارية في البحرين فتحت معاهم كلام عن أي عمل. وأتحدى من يثبت عكس هذا. الدليل شنو؟ أنه وفد أمريكي جاء عنده فكر يهودي متطرف. واحنا اليهود جزء من مملكة البحرين، جزء من شعب مملكة البحرين. احنا بنتكلم على يهود كيان الصهيوني، يهود الصهيونيين، يهود التابعين للعدو الصهيوني. محاولة على فكرة. الوفد زار أكثر من بلد، زين، لأن وفد أمريكي بأوراق أمريكية وفد تجاري، لكن الهجمة ضد البحرين معروفة. العب غيرها. نتقابل في المرة الثانية. شكرا أعزائي.